السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل النهاردة مع بعض قشطة الأفران. من أكتر الحاجات اللي بتبقى سهلة وسريعة كده، وبجد ما فيهاش تركات كتير. يعني للناس اللي هي أول مرة تعمل معجنات هتعملها بكل سهولة، ما فيهاش أي احتمالات للفشل خالص. وكمان بالنسبة للتسوية هنقول على تركات كتير قوي النهاردة عشان تبقى التسوية موحدة وكمان تبقى مظبوطه جدا زي ما انتم شايفين. اما بالنسبه بقى للقوام والطعم، بجد عايزه اقولك بتدوب في البق ذوبان كده، يعني تحسي ان هي فيها سنه خرفشه كده، ومن جوه قد ايه طريه وجميله. ما تنسيش اللايك وخليكي معايا لاخر الفيديو، ويلا بينا. هشتغل النهارده بنص كيلو من الدقيق. طبعا لو عايزه تضاعفي الكميه بتضاعفي المقادير. بالنسبه لنوع الدقيق يا جميع الاغراض يا دقيق مخبوزات عشان نتيجته تبقى كويسه. ضفت على الدقيق هنا نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وعندي رشه من الملح. والحاجة بجد اللي بتخلي طعم المعجنات كلها حلو قوي وبتختلف بجد هي معلقتين كده من اللبن البودر، وهبتدي اقلبهم بشكل كويس جدا. وبالنسبه للبن هي مجرد اضافه مش اساسي في الوصفه، تقدري تشيليه وتقدري تحطيه مفيش اي مشكله. نيجي هنا بقى علشان نعمل الحشوه بتاعتنا. حشوه سهله كده وموجوده في كل بيت. عندي 3 معالق كبار هرمين من السكر، او على حسب الكميه اللي انت هتعمليها ممكن تضربي في 2 في 3 مفيش مشكله. وكمان عندي هنا معلقتين من الجوز الهند. ضفت عليهم كمان معلقتين كبار من الكاكاو الخام، يعني ما يبقاش فيه سكر خالص. وكمان عندي معلقه هنا من القرفه. بجد عايزه اقولك المزيج ده مخلي طعم الحشوه حلو جدا. هضيف هنا عشان يعني اطعم كمان الحشوه بتاعتي معلقتين من السمنه المتسيحين. وكمان عندي 3 معالق كبار من الشربات التقيل، او حتى معلقتين من العسل الابيض لو ما عندكيش شربات. هبتدي اقلبهم بشكل كويس جدا زي ما انت شايفه كده. بالنسبه للقوام بتاع الحشوه ما بيبقاش قوام مفرول، بيبقى شكل القوام متماسك زي ما انت شايفه بالشكل ده. خلاص كده تمام جدا. ابتديت ان انا اجهز الحشوه بتاعتي. وعايزه اقولك لو عايزه تغيري في الحشوه تخليها مثلا ملبن او حتى عجوه، برضو مفيش اي مشكله. كلها بتبقى اختيارات بالنسبه لك وزي ما انت عايزه. نيجي هنا بقى للعجان، او لو حتى هشتغل بايديا. ميزه العجينه بتاعتنا النهارده دي انها ما بتتعجنش، بتتلم بس كده. عندي كوبايه من السمنه على زيت يعني 200 ملي، نزلت عليهم نص كوبايه او 100 ملي من اللبن، ونص كوبايه او 100 ملي برضو من الميه. يعني يفضل جدا تبقى دافيه معايا في الشتاء عشان كمان ما تقعدش كتير على ما تخمر معايا. نزلت هنا معلقتين كبار من السكر ومعلقه كبيره من الخميره. وابتديت كمان احط عندي كيس كده من الفانيليا، بيخلي ريحه المعجنات حلوه قوي سواء حلو او حادق. هقلبهم بشكل كويس جدا جدا. للناس اللي مش متاكده من الخميره بتاعتها تقدر انها تعمل تيست الاول قبل ما تضيف كل المكونات دي، وتبقى برضو تكلفه على الفاضي. نزلت عندي هنا كمية الدقيق، وابتديت ان انا اشتغل على طول زي ما قلنا مش هتاخد اي وقت. يعني لو انا اشتغل بايديا هبتدي الم بس كده في العجينة بتاعتي، مش هاخد وقت كتير قوي في ان انا اعجنها. العجينة كمان بتاعتي النهاردة هتبقى طرية الى حد ما، مش هزود ولا هنقص اي حاجة. المكونات اللي احنا حطيناها في الاول دي ما زودتش عليها اي حاجة، لا مية ولا لبن ولا حتى دقيق. زي ما انت شايفة بصي العجينة معاكي بصراحة ملبن حلوة قوي، وكمان بتظبط بسرعة جدا من غير ما اعجن فيها كتير. هنا هسيبها دقيقة بالظبط لو هشتغل بايديا او حتى بالعجان، يعني تظبط معايا العجينة كده. وهبتدي ان انا اوقف على طول زي ما انت شايفة كده تمام قوي. هنشوفها برضو بشكل اوضح شوية. عايزة اقولك عجينة كده مش معرجة ولا اي حاجة، عجينة ظبطت بصراحة من اول لحظة. وبالنسبة للمادة الدهنية برضو أحب أتكلم فيها. النهاردة كان عندي كوباية من السمنة على الزيت، يعني 150 ملي سمنة و50 ملي من الزيت. لو تحبي يبقى نص سمنة ونص زيت مفيش مشكلة، نص سمنة ونص زبدة برضو مفيش مشكلة، ولكن ما ينفعش تبقى كلها زيت. دي برضو بتفرق في القوام وبتفرق كمان في الطعم. وزي ما انت شفتي كده القوام عندي قوام مفيهوش اي عرق خالص، العجينة بتتقطع معايا بكل سهولة. ده دليل ان هي معجونة بشكل كويس جدا. وزي ما قلنا برضو مش واخدة عجن كتير خالص. هسيب بقى عندي العجينة حوالي 10 دقايق بس تستريح، وارجع اشتغل فيها. زي ما انتم شايفين بعملها كور صغيرة، يعني قد البيضة البلدي كده. لو عندك ميزان هتبقى 20 جرام لكل قرصة. طبعا بالنسبة بقى لنص كيلو اللي احنا عملناه النهاردة من الدقيق، عمل لي 48 قرصة من اللي انتم شايفينهم دول. بجد موفر جدا. لو انت عاملة كيلو طبعا هتعمل معاكي كمية كبيرة، وغير الطعم بقى اللي انت هتاخديه، والانضف والاحلى من كده ان انت كمان عاملاه في البيت. ببتدي بقى طبعا اكورهم بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهرصهم عندي في صينيه ما بدهناش اي حاجه خالص، لان بالفعل عندي القرص
او العجينه بتاعتي دي فيها نسبه سمنه كويسه، فمش هتلزق لا في الصينيه اللي احنا هنريح فيها ولا حتى في الصينيه اللي احنا هنخبز فيها. برصهم بقى بالشكل ده، يعني ما بسيبش مسافات كتيره لان انا مش هسيبهم يرتاحوا كتير قوي ان هم يخمروا جنب بعض كده وحجمهم يتضاعف. وطبعا ما ننساش ان احنا لازم نغطي العجينه في كل المراحل بتاعتها، سواء في التريح سواء في التخمير، لازم تتغطى بشكل كويس لان طبعا الدنيا ساقعه اليومين دول، فالعجين معايا بيتاخر في مده التخمير ديت، وكمان عشان القرص بتاعتي وشها كده ما ينشف. بعد ما عدى حوالي 10 دقايق هبتدي ان انا اشتغل عندي في القرص على طول. ببتدي بقى افردها فرده بسيطه خالص كده حتى بصبعي، مش محتاجه ان انا اجيب اي حاجه افردها بيها. عايزه اقولك قد ايه العجينه معايا ناعمه وجميله مش معرجه، مع اننا ما عجناش فيها كتير. بفرد عندي العجينه بسمك حوالي سنتي ونص كده، مش عايزاها تبقى رفيعه قوي معايا. بحط قد ايه من الحشوه؟ بحط حوالي نص معلقه كده من معالق الشاي، او حتى معلقه صغيره من المعالق اللي انا بستخدمها دي، وببتدي اقفل بشكل كويس جدا وابططها تبطيطه بسيطه خالص زي ما شفتوا، وارصها عندي في الصينيه. وكمان لازم اسيب مسافات. بالنسبه للناس اللي هتسال، ممكن طيب بدل ما احشيها حلو احشيها حادق، تقدري تحشيها جبنه مفيش اي مشكله خالص، ولكن كمان تصفيها بشكل كويس قوي على اساس يعني ما تاثرش كده على تخمير العجين. برضو احب اتكلم في ان العجين معايا في الشتاء بيختلف جدا عن الصيف خالص. يعني العجين معايا في الشتاء بيسقع لو انا ما دفتوش كويس، او لو ما غطيتوش كويس بيطول معايا جدا في خطوه التخمير ديت. لكن بالنسبه للصيف فهو ما بياخدش وقت خالص، بتبقى الدنيا حر، فده برضو فرق كده نخلي بالنا منه. للناس اللي هي كمان بتقولك برضو بيطول قوي العجينه، ممكن تشك ان الخميره بايظه. الخميره عشان برضو نبقى مطمنين في الاول لازم نعمل تيست ونشوف الخميره معايا، لو اتفعلت نقدر نشتغل فيها، عشان ما يبقاش في كذا سبب كده مش عارفين العجينه معايا اتاخرت في التخمير ليه او حتى ما خمرتش خالص. هنا بقى بعد ما خلصت عندي الصينيه الاولانيه بالشكل ده، زي ما انتم شايفين سايبه مسافات بسيطه مش كتير. احط الصينيه عندي بقى في مكان يعني مظلم كده، ولازم طبعا اغطي عندي الصواني. هسيبها حوالي ساعه الا ربع او لحد ساعه لو الدنيا ساقعه قوي. وده شكل القرص بعد ما عدى عليها ساعه الا ربع، يعني فتره التخمير بتاعتها. نتكلم بقى على خطوه التسويه. بسخن عندي الفرن قبل ما ادخل اي حاجه حوالي 10 دقايق على درجه حراره 180. ببقى مشغله من تحت بس، بدخل عندي الصينيه. اول لما بتاخد لون كويس اطفي من تحت واشغل من فوق، ولازم اطير الصينيه يمين وشمال كده طول الوقت طول الوقت عشان تاخد عندي تسويه كده موحده زي ما انتم شايفين. اخلي بالي كويس جدا. هنا بقى زي ما شايفين اول لما طلعت معايا قد ايه لونها جميل جدا ومستويه بشكل حلو قوي. وبالنسبه للوقت اللي اخدته معايا في الفرن حوالي تلت ساعه، وطلعت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبك وتجربيها. ما تنسيش اللايك والاشتراك، وللمتابعه فعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.